بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قصة حدثت في عام 1427. وسبحان الله، الإنسان يعني لا يأمن مكر الله. في لحظات ثواني يتحول الإنسان من قمة سعادته إلى قمة حزن. لا حول ولا قوة. هذا شاب في منطقة أبو عريش حضر له مناسبة زواج، ويوم انتهى الزواج الساعة 2 أو 3، عمره أتوقع 17-18 سنة، في أولى ثانوي. هو يقول ركبت مع خويي راجع للبيت على صلاة الفجر، خالصين من الزواج في عز سعادتنا، متعشين وشايف الربعي وجماعتي ومستانس معهم أخوياي. يقول حنا جاي في الطريق، خوي يسوق وأنا جنبه، يقول ويضرب كفر عندنا في السيارة وتتقلب السيارة. يقول أنا طرت من السيارة ما أدري عن رأيي، وخوي كذلك. وعيت إلا قالوا أنت لك 5 أيام في العناية المركزة أو أكثر، وشلل نصفي كامل بعد ما كنت أمشي، بعد ما كنت في كامل صحتي. يقول قعدت في هالمستشفى حتى أنهم قالوا إن نسبة نجاته 5% من أنه يحيى، والباقي كله. أصبت بتمزق في الرئة ونزيف داخلي، كسر 5 ضلوع في الجانب الأيمن والأيسر. صحيت وبلغوني مثل ما قلت لكم أني يعني هذا وضعي الصحي. عيوني في السماء على السرير من زاري، أنا ماني مدرك للوضع اللي أنا فيه، شاب وفرحان بهالحياة ومستانس مبسوط. يقول بدأوا الدكاترة يتبالون، قعدت في المستشفى فترة، قالوا أنت لازم يقرر لك عملية في أحد مستشفيات مدينة الرياض. نقلت إلى مدينة الرياض، سووا لي في العمود الفقري عملية، ورجعت لأبو عريش، ولكن وضعي مستقر. أرسلنا ملفاتنا إلينا، قبلونا في مدينة الأمير سلطان الخيرية، وقعدت عندهم سنة كاملة علاج طبيعي. لكن واضح تماما أن الجزء السفلي هذا كامل ما عاد يشتغل عندي. شاب يعني إمكانياتي بسيطة في خبراتي في الحياة، تعاملي مع مثل هذه الأمور غريب، على سريري. ومن زارني تضايقت، ومن رحت مع أخوي ولا أخواني أقول وخر عن الناس هذه خلنا نمشي، ولا يقول عشت في ضيقة في كآبة. لجأت إلى الصلاة، لجأت إلى الدعاء، لجأت إلى الصدقة. ما يمر يوم إلا تصدق فيه حتى لو بريال. حاولت قدر المستطاع أني أفتح صفحة جديدة مع ربي، وأحاول أني أدعي قايم قاعد أن الله سبحانه وتعالى يفرج همي. وهذا الكلام يا أخوان ضروري. أول ما تصيبك مصيبة الجأ إلى الدعاء، الجأ إلى الله. لا تقول دكتور، لا تقول مستشفى، صل ركعتين واطلب من الله سبحانه وتعالى أن الله يفرج همك لأنك تركت على طول. يقولون على سريري وهذا وضعي. قعدت فترة 1-2 محطم، ما عندي ثقة في نفسي، زواج، بيت، حياة، وظيفة، ما كملت دراستي، في غرفتي. ولكنك تتخيل بهذا الوضع أنك حتى يعني غرفتي ما جهزت لوضعي. بعد كم سنة، ظهر 5 سنوات، جاني اتصال، أبوي جاء وأيقظني من النوم، قال يا ولدي في ضيف يبغاك. من هو الضيف يا أبوي؟ قال والله ما أعرف. يقول يوم جيت لهاك الرجال، سلام عليكم السلام، أنت يحيى؟ قلت نعم أنا يحيى. كيف حالك يحيى؟ قال والله بخير. قال أنت في شخص جاي يبغى يقابلك، ولكن هو هالشخص ما يقدر يصلك في أبو عريش، فضروري تركب على كرسيك وتجي أنت واحد أخوانك تقابله في فندق في جيزة. قلت خير إن شاء الله. متى؟ قال اليوم. يقول خدت عنوان الفندق، وجاء واحد من أخواني وركبت معه في عربيته وجيت الفندق هذا. يقول يوم رقيته دخلت على الرجال في غرفته، ولا على كرسي ولا يتحرك إلا رأسه. رجل بين عليه الخير، وبين عليه العز، وبين عليه يعني عنده يعني زي ما تقول أحلام كثيرة. يوم دخلت وسلمت عليه، صار بيني وبينه نقاش. أنا شفت مصيبة غيري وهانت مصيبتي، أنا عندي الحين يدين وأتحرك وراسي، هذا واقف قدامه واحد يهمز علشان يحرك أعصابه. سلام عليكم السلام، كيف الحال؟ قال ما عندكم؟ قال والله أنا سمعت عن حالتك وحنا نبي نتبناك حتى نحسن وضعك. قلت أنا بين أيديكم. قال ايش تتمنى؟
يقول أنا ما جاء في بالي، يعني خطر في بالي، قلت الزواج. قال الزواج يبي له مؤهلات. قال والله أنا بين أيديكم، إذا كان في شيء عندكم بيساعدني أنا حاضر. قال شوف يا أخوي، حنا بنتبناك وبناخذك معنا الرياض، وبنعطيك مدة علاج 3 شهور في مركز كامل محفول مكفول من الألف إلى الياء، حتى تكون عضو ناجح في هالحياة وتشتغل بيدك وتقدر تصرف على نفسك. يا سلام. قال الله من وين نزلتوا علي؟ قال والله نزلنا عليك، حنا اللي على قولة القائل محتاجينك، وانت اللي محتاجه، اللي مثلك ينعشنا. بيجيك اتصال خلال 5 أيام وبيلصقون معك. يقول بين مصدق بين مكذب. يقول رجعت للبيت، بشرت أبوي، بشرت أهلي، فرحت أنا وياها، استانسنا على هالبشرى. بالفعل 5 أيام يتصل علي منسق، رحلتك الساعة الفلانية تجهز على المطار. بالفعل طلعت من بيتي وتوجهت إلى المطار، ركبت الطيارة، نزلت، ولا والله في استقبالي وعلى المركز التشيكي في مدينة الرياض. أسر سلمان هذا هو صاحب المركز التشيكي في مدينة الرياض، وقاعد يتبنى الحالات اللي مثل هذه اللي في القرى النائية اللي يائسين، يقرأ حالاتهم ويبعث لهم. فرسان سلمان، مسمي البرنامج فرسان سلمان. يقول أم جيت للرجال أثره هو صاحب المركز، الرجل تاجر، الرجل مقتدر. ها يا سلمان، قال شوف احنا حطينا لك خطة علاجية، بتشتغل عندي في المركز 3 شهور، مو بتشتغل، بندخلك علاج طبيعي في المركز 3 شهور، بعد ال3 شهور يجيك إن شاء الله البرنامج. يقول بديت معهم في البرنامج تمارين وطبيعية وأمور وهذا. يقول الحقيقة استفدت من هالدورة 3 شهور، لأنهم ركزوا على أماكن ما ركزوا عليها في المرات السابقة، المراكز اللي كنت رايحها. يقول عاد بناء الثقة في نفسي. يا سلام. يقول الحمد والشكر لله، يوم خلاص وجاني وقابلني قال يا أخوي، قلت نعم. قال ايش تتمنى؟ قلت والله ما خليته علي قاصر. قال لا، ويجيب مدير العلاقات العامة عنده في المركز ويوقع عقد عمل وظيفي معه، أمسك العلاقات العامة. هذا أول شيء. طيب قالوا بنركب أنا وياك، ويركب أنا وياهم في سيارة المركز وندخل لهاك الشقة اللي ما في أجمل منها، مداخلها مهيئة، حتى سريرها مهيئ لذوي الاحتياجات. قال هذه الشقة ملك لك يا يحيى. يا ولد صادق كاذب؟ قالها حتى ألوانها كانها مي بجائزة لك نغيرها لك. الله يعزكم دورات المياه، المغاسل، المطبخ، المداخل، أنا شفتها شيء عجيب. يا سلمان ما قصرت والله يكثر خيركم. قال لا، عليها كميلة. قلت وشي؟ قال اطلع. يوم طلعت للسيارة التايوتا الجديدة معدلة كاملة على أساس أنها قيادة. لا، قال حنا الحين موجهينك توجيه كامل على أساس أنك تعتمد على نفسك، راتب، سكن، وظيفة، والحمد والشكر لله، ما نبي لحد بعد الله فضل عليك، أنت هذا الميدان يا حميدان. يقول أنا الحقيقة بغيت أبكي من شدة الفرحة، ما قدرت أقاوم. يا سلمان قال هذا فضل الله، حنا حاسين بهيك، وأنا أقول لك عن نفسي أنا ما من رقبتي إلين أصبعي ما أقدر أحركه، فاحمد ربك أن يدينك تتحرك وراسك يتحرك، وأن الحمد والشكر لله في بلد مثل هذا البلد المبارك اللي يهيئ بعضنا نحن نساعد بعض. الأمر الأهم، يمكن أنت يا يحيى لجأت إلى الله حق اللجوء، والله سبحانه وتعالى قومني من نومي أدورك وأدور في ملفات قدمت إلي ولا أختار إلا اللي في بؤنيش، في أمر معين أنت تسويه والله يعلم ومو بأنا. دعاء والدينك، برك فيهم، حفظك، اطلع الله على نيتك وخصك ان حنا نكون احد الناس اللي تساعدك في الحياة. يقول استلمت السيارة، استلمت الشقة، وصرت اداوم. قالوا لي حتى الزواج اذا بغيت ممكن اساعدك. قلت الله يكثر خيركم. جمعت من رواتبي وتقدمت لاحد الاسر الكريمة وتزوجت بنتهم وهي عندي في البيت. ما شاء الله. يا ابو عبد العزيز، انا كنت في محنة وتحولت الى منحة، يمكن من غير شر ولا اني اتعالى على الله، لو اني في ثانويتي ولا في دراستي يمكن ما حصلها اللي حصلتها خلال الفترة البسيطة. الآن حسيت بالناس، حسيت باللي يجوني على المكتب، حسيت بظروفهم، قمت أي واحد يجيني أحاول أساعده مهما كان. المرأة معي في البيت الحمد لله شكر الله مكمل، جاتني أمي فيه وجوني إخواني وزاروني، وصرت راعي محل واستقبل الضيوف وأنا ما كأن ناقصني شيء، في فرحة ما يعلم فيها إلا الله. الله كثير من الناس في فرح، في عز فرحه يتحول خلال ثواني إلى مأساة. سمعنا الأسبوع الماضي عن ملاهي، البنت شارية تذكرة وراكبة
ومعها زميلاتها، وفجأة تنكسر الملعبي وتتقطع رجول أحد البنات اللي موجودة. ثواني جاية في عز فرحها ودافعة فلوس على أساس أنها تنبسط، ويتحول الأمر هذا. أنا وش أقول حنا بين رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا دائما أركز على الشباب، من يوم تبتلى في ابتلاء في حادث في أي شيء، على طول ركعتين توجه إلى الله وادع من الله سبحانه وتعالى يخفف عنك ما في من بأس. حتى لو أنك مكسور ولا شيء، ارفع يدك لله، الحمد لله والشكر لله. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. على طول لا تتوجه لأي أحد، ساعدوني، إسعاف لا بأس، مستشفى لا بأس، توجه إلى الله. اللهم أني رضيت بابتلائك، اللهم أني شكرت بابتلائك يا رب يا عظيم، ارفق في حالي. على طول يعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين، يعلم ما في صدرك، وأنك توجهت له على طول. كريم قادر أنه يهيئ لك الأسباب أنك ترجع مثل هذه وأفضل. وأي محنة تصيبك اعرف أن الله سبحانه وتعالى رايد بك خير. من فيه من الأنبياء، اللهم صل وسلم على الرسول، شج رأسه، كسرت نواجذه، ومات ولده الله إبراهيم، وبكى على موته، وطرد من بلده. يا أيوب ماذا حدث فيه؟ الأنبياء كلهم وش صار فيهم؟ كلهم ابتلوا. فإحنا بشر، وش الحمد والشكر لله، نحمد الله على النعمة. وأنا أقول يا شباب اذكروا أورادكم، واعرفوا أنكم بين أصابع الرحمن. أما في دين ولا في مصيبة انتبه لنفسك، واحرصوا على أنفسكم يا شباب. ترى المصائب كبيرة والأمور الكارثية كثيرة. احمد ربك واذكر أورادك، واعرف أن الله سبحانه وتعالى يراقبك. أسأل الله العلي العظيم ينفع بهالقصة. اللي أبغى أقوله يا أبو عبد الرحمن، أنتم الحاضرين، بطل قصتنا موجود اليوم معنا.